كتير قوي لما بنقوم نقف بنحس بدوخة وما بنقدرش خالص ان احنا نقوم نكمل الوقوف او ان احنا نمشي نشوف احنا كنا رايحين فين. وفي ثانية واحدة الدنيا بتتحول اسود وما بنبقاش شايفين اي حاجة غير ان احنا شايفين نغمشة قدام عينينا مخليانا خلاص هنفقد الوعي في دقيقة واحدة. وعشان كده انا جبت لك الحل النهاردة. معاك كوتش علي محمد، والنهاردة جاي اقول لك ايه هي اسباب الدوخة اللي بيجيلك لما انت بتيجي تقف على طول. تابعني في اللي جاي. اول لما بتيجي تقف على طول دايما بتحس بدوخة وما بتقدرش خالص انك انت تقوم تقف مرة واحدة، وبتحس دايما ان انت في قدامك سواد ومش شايف اي حاجة. وده بيبقى لعدة اسباب كتير جدا، وبسبب الحاجة اللي بتسبب الاسباب دي كلها هي عصب في جسم الانسان اسمه العصب العاشر او العصب الحائر. لكن مش هو ده السبب في كل الحاجات دي. من ضمن اهم الاسباب اللي بتسبب الموضوع دوت وهو التهاب الاذن الوسطى. والتهاب الاذن الوسطى بعد بحث كتير قوي من الاطباء لقوا ان الموضوع دوت ممكن يكون سبب كبير جدا في الدوخه اللي بتجيلنا بشكل مباشر لما بنقوم نقف. تاني سبب من ضمن الاسباب اللي بتسبب الدوخه المفاجئه وهي ارتفاع او انخفاض ضغط الدم. وارتفاع او انخفاض ضغط الدم هم عامل اساسي ومباشر في ان انت ممكن لما تقوم تقف مره واحده ما تبقاش شايف اي حاجه قدامك غير سواد وتحس ان الدنيا كلها داخله في بعض. ودي ليها عند الاطباء حل، وبيبتدوا ان هم يعرفوا هل هي بسبب ارتفاع وانخفاض الضغط ولا لا. بيبتدي الاطباء ان هم يتعاملوا معاك في العياده او في المركز الطبي اللي انت بتروح ليه، ان هو بيبتدي ان هو ينيمك على منضده وبيعمل لك اختبار اسمه المنضده المائله، وبيبتدي ان هو يغير حركات المنضده ديت من حركه للتانيه، وبيبتدي ان هو يشوف هل الضغط هينخفض او هيرتفع مع اختلاف المستويات او لا. وتالت حاجه وهي من ضمن الحاجات اللي بتسبب فعلا الدوخه المفاجئه وهي الاضطرابات في ضربات القلب. والاطباء اكتشفوا ان عدد كتير جدا من الناس اللي بيحصل لها الدوخه المفاجئه ده بيبقى بسبب اصلا رئيسي جاي من القلب، بسبب ان هناك اضطرابات كبيره جدا في القلب. ورابع حاجه وهي تناول كميات كبيره جدا من الكافيين. وعلى سبيل المثال القهوه والشاي وما يعادلهم من الكافيين من ضمن الحاجات اللي بتسبب الدوخه المفاجئه بسرعه جدا للانسان اول لما بيقوم من مكانه. دلوقتي عرفنا ايه هي الاسباب الرئيسيه والاساسيه والعامه والمنتشره اللي بتسبب الدوخه المفاجئه مره واحده لما بنيجي نقوم. دلوقتي يلا بينا اقول لك ايه هو العلاج. كل حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بيبقوا ليهم علاج معين عند الاطباء، ولكن الراي العام اللي اتقال في كل الحاجات اللي احنا ذكرناها هي انك انت لما تيجي تقوم تبتدي ان انت تقوم واحده واحده. يعني مثلا انا لو قاعد دلوقتي في مكاني وعايز اقوم، احاول ان انا اقوم سنه سنه، ما اقومش مره واحده علشان خاطر اتفادى ان انا اقع في مشكله الدوخه المفاجئه مره واحده دي. وكمان ناس كتير قالت ان انت لما تكون مثلا ساجد في الارض وبتصلي، علشان خاطر من ضمن الحالات اللي اتكتبت على الانستجرام في الكومنتس لما انا سألت قالوا لي دايما لما بنيجي نصلي واحنا ساجدين بنقوم بيحصل لنا مره واحده زي لفه كده في دماغنا، ما بنقدرش ان احنا خالص نركز في الصلاه. ناس قالت من الاطباء ان انت لما تكون ساجد في الارض وتيجي تقوم حاول ان انت تقوم على مراحل، يعني قوم سنه سنه درجه درجه علشان خاطر تتفادى الوقوع في الدوخه. اما لو الموضوع اتكرر معاك بشكل كبير فهتضطر ان انت تروح للطبيب علشان خاطر تعرف الموضوع ده بيجيلك بسبب ايه. وكان معاكم كوتش علي محمد. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي في كومنت رايك في الفيديو، وتقول لي نفسك نعمل فيديو عن ايه الفتره اللي جايه. سلام.